السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة فيديو مهم جدا. عنوان الفيديو معانا: لو ما غيرتش من نفسك هتفضل طول عمرك غاوي فاشل. والله العظيم فعلا، والله هتفضل غاوي فاشل. ناس كتير جدا الفترة اللي فاتت دي زهقت من الحمام. الحمام كتر عندهم، وبيحصل عندهم وفيات في الحمام، وبيحصل عندهم مشاكل في البيع، مش عارفين يبيعوا، وتكلفة الحمام غليت عليهم من حيث الأدوية والكلفة والمراعية للحمام والكلام من ده. بس آسف، ما تزعلش مني يا أخويا، والله العظيم لو أنت بتتابعني أنت اللي فاشل. تمام؟ أنت عمال جايب لي من كل فيلم أغنية. أنت عاوز تعمل مشروع الحمام، وعاوز تنجح، وعاوز تبقى غاوي كبير. طيب انت عمال تجيب لي حمام بعظم كبير، مع حمام بعظم قواطع، مع مش عارف ايه، مع ايه. طب ما ده اكبر غلط. نصيحتي ليك: اتخصص في نوع واحد او نوعين، ويكونوا نفس العظم، عشان الحضان التحكيم بتاعك يقدر ان هو يخدم معاهم. تمام؟ هفضل اقول لك واعد لك: لو سمحت يا فندم، يا غاوي يا حمام، يا اللي بتقول على نفسك جامد، تمام، قيم نفسك كل سنه. كل سنه لازم تعمل وقفه مع نفسك كده، وتشوف هل انت موضوع الحمام ناجح معاك ولا مش ناجح. هل تربيتك للحمام ومشروعك في الحمام او في اي نوع طيور لامم نفسه، ولا بتحط من جيبك؟ اسمع من اخوك. تمام؟ التخصص يا ابني حلو، اقسم بالله التخصص حلو. تخيل مثلا انت بتربي مثلا جعفري، النوع اللي انا بحبه، بتربي جعفري. ماشي. انا كان مع الجعفري بفرخ كشك بنيدي مستوى درجه اولى، اللي هو العظم القاطع. طب ليه ما فرختش اسكندراني؟ ليه ما فرختش نفاخ جنب الجعفري لما كنت يعني متفرغ للجعفري؟ عشان الحضان كله واحد. يعني حضان الجعفري هو حضان الكشك البنيدي. تمام؟ طيب نصيحتي ليك بقى: انت دلوقتي رايح جايب لي مثلا جايب لي موديل اقطالي، وجايب لي اوبل سيام، وجايب لي كشك قشر بندق، وجايب لي كشك بنيدي، وجايب لي شخشوني، وجايب لحم، وجايب روماني، وجايب كينج، وعاوز تعمل كثافه انتاج، والحمام يحضن عياله، والحمام يتحضن بيضه يعني. تمام؟ وبتقولي الحضان مش مكفي، والحضان ما بيعرفش ياكل الزغاليل. ما هو انت عشان عملت للحضان ايرور، خليت دماغ الحضان تعمل ايرور. تمام؟ الحضان عشان يختم معاك صح لازم يتدرب ويتعود. هتخليه يزق قواطع، يبقى يزق قواطع طول عمره. ما ينفعش اصلا اخليه يزق عياله. يعني احنا لما كنا بنحضن الجعافره والكشك البنيدي، بنحضنهم تحت باكستاني ويمني. تمام؟ كنا بنفضل ان يكون اول شغلهم، يعني انا اللي مجوزهم واول شغلهم. عمر الحضان الباكستاني ما خليته يزق عياله طالما الحضان تحتيه جعفري هو واليمني. لا، اول ما يبدا في الزق اديله حصوايه كشك بنيدي او حصوايه جعفري، واخليه ان هو يزقها، عشان هو هيعاني فيها عشان اختلاف العظم. تمام؟ وبعد كده هيأقلم نفسه على زقها، وبذلك هيبقى محترف في زق القواطع. ده انا بتكلم على ايه؟ لو انت بتربي قواطع. طيب، لكن انت بقى عمال مستخسر. طب الجوز الباكستاني باط او اليمني باط، ومفيش عندي حصوتين كشك قشر بندق، ولا اوزبك، ولا بنيدي، ولا ولا جعفري. طب هسيبه ياكل عياله؟ دي اكبر غلطه، اكبر غلطه انت تعملها. ليه بقى؟ الحمام لا يعقل. هتيجي بعد كده ترد له بقى جزء قواطع عايزه يزقهم، هيسيبهم وهيزهق، وهيسيب لك الزغاليل تموت منك، وانت اللي هتخسر. فنصيحتي ليك: اتخصص في نوع او نوعين يكونوا نفس صفات العظم والتركيب والحجم. ماشي كده؟ يعني جعفري، كشك بنيدي، اوزبك، تمام، برلين، كشك مثلا قشر بندق. ماشي. الحاجات اللي هي عظمها صغير تكون كلها ربي منها، عشان حضنها كل واحد. هتربي حمام بعظم كبير، تمام، يبقى كل اللي عندك بعظم كبير. هتربي اسكندرو، يبقى اسكندرو معاه كاري، تمام، مع مثلا ممكن مقابي، عظم مراسلات، محمل تركيبات. ماشي. عشان حضانك يبقى واحد واصل لك كده، اللي هو الزاجل اللي بيعرف يزقهم. بمعنى صح، انت اللي بتخيب نفسك يا غاوي. قلت لك ما تبصش لغيرك. مش كل ما تشوف لي واحد ناجح في جوز حمام تقول لي انا عايز اروح اجيب زيه عشان هو بيبيع حلو. انت مالك؟ ده رزقه. واصل لك يا فندم؟
كلنا لما بنبطل الهوايه ونيجي نرجع لها تاني بيبقى عندنا شغف وعايزين يبقى عندنا كل انواع الحمام. مفيش مشكله يا فندم، ممكن تجيب لك جوز حمام. انا عن نفسي مثلا جه شويه هف عليا الشغل ان انا اربي غزار، وانا ماليش في الغزار. عادي جبت حتتين كشك، جبت حتتين قبل قشر بندق وخليتهم عندي، تمام، وجهزت لهم حضان ليهم، فرغت منهم عش واثنين وثلاثه، رحت ماشيهم. ليه؟ ان هو مش بابي، انا بس كنت عايز اشوفهم قدامي كده واقفين في الباب، اظهرهم في كذا فيديو، وبعد كده خرجت منهم. لكن مش هو ده شغفي ان هم يفضلوا عندي وانتج منهم وابقى متميز في الباب. وصل لك كده يا فندم؟ فده كان فيديو النهارده. ما تبقاش غاوي فاشل، ماشي، وحاول تتعلم من اخطائك. ده عنوان الفيديو معانا النهارده. شكرا جدا جدا على حسن المتابعه، وما تزعلش مني لو انا بقسو عليك في الكلام، لكن انا بيصعب عليا شقاك وعرقك اللي بترميه، ماشي، وكل 4 5 شهور تصفي الحمام عشان فشلت فيه وتجيب جديد، وده اكبر غلط. وصل لك يا فندم؟ السلام عليكم، كان معاكم اخوكم في الله احمد الله هاجر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.